أهلا بيكم معنا. النهاردة هنغوص شوية في حلقة من النص الملصق بتتكلم عن 3 أفكار عملية جدا. أفكار يعني إزاي نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للمتاحة لينا كلنا دي عشان نعمل دخل، ومن غير بقى لا فلوس كتير ولا خبرة تقنية معقدة. بالظبط. هي أفكار تبان بسيطة بس قابلة للتنفيذ فوراً. هي دي مهمتنا بقى، إننا نفصص الأفكار دي ونشوف إزاي ممكن أي حد يعني يبدأ فيها. مم. خلينا نبدأ بأول فكرة. تمام. الفكرة الأولى هي ببساطة إننا ناخد فيديوهات يوتيوب، خصوصاً بقى التعليمية أو المفيدة دي، ونحولها لمقالات أو حتى بوستات للسوشيال ميديا. فكرة استغلال المحتوى الموجود دي. أيوة، والأدوات المستخدمة بسيطة خالص، شات جي بي تي أساساً، وممكن النص الكتابي بتاع الفيديو الترانسكريبت اللي يوتيوب ساعات بيوفره. يعني الخطوات واضحة إلى حد كبير. جداً. نختار فيديو يكون عليه طلب، نجيب النص بتاعه ونقول لشات جي بي تي لو سمحت أعد صياغة الكلام ده في شكل مقال أو قسمهولي نقط لبوستات. والمصدر بيقول إن دي ممكن تتقدم كخدمة للغير كمان. فعلا، بيقولوا ممكن نسميها خدمة تحويل فيديوهات لمقالات حصرية، وتقدمها مثلا لصناع محتوى تاني ما عندهمش وقت يعملوا ده. بصراحة اللي لافت للنظر هنا مش بس الفكرة، لا ده إزاي ال AI بيسهل الموضوع. يعني بدل ما تقعد تكتب من الأول، لا أنت بتحول صيغة لصيغة تانية. بالظبط. بتاخد فيديو اللي هو محتوى مطلوب وتحوله لمقال اللي هو برضه مطلوب، مم. والمجهود أقل بكتير. ده بيفتح الباب لأي حد يقدم قيمة فعلا. من غير ما يكون هو اللي عامل المحتوى الأصلي من الصفر. تمام. بس طبعا يعني الجودة في الآخر بتعتمد على جودة الفيديو الأصلي وإزاي بنوجه ال AI صح. نقطة مهمة دي. طيب ده ياخدنا للفكرة التانية اللي هي برضو بتعتمد على محتوى موجود، بس نوع تاني خالص، تقييمات العملاء. بتاعت المنتجات والريفيوهات. أيوة. الفكرة هنا إننا نجمع الريفيوهات دي مثلا من على أمازون لمنتج معين عليه كلام كتير، ونستخدمها عشان نعمل محتوى جديد. طب والأدوات هنا إيه؟ زي ما هي برضو، تشات جي بي تي عشان يحلل ويلخص الريفيوهات دي، يشوف إيه أهم الإيجابيات والسلبيات. والمصدر كمان بيلمح لأداة زي بيكتوري، بيقول ممكن تحول الملخص ده لفيديو صغير. يعني تحليل وتلخيص وبعدين تحويل لصورة مرئية. بالظبط. الطريقة يعني إننا نختار منتج، نلم تقييماته، ونطلب من تشات جي بي تي يلخص المفيد، وبعدين الملخص ده نعمله فيديو صغير أو تصميم انفوجرافيك كده بسيط لإنستجرام مثلا. طب ودي ممكن نستخدمها في إيه؟ ممكن تستخدمها في التسويق بالعمولة للمنتج ده، أو تقدمها كخدمة للشركات اللي عايزة تعرض آراء عملائها بشكل حلو ومنظم. الفكرة دي قوية جدا. أصلها بتعتمد على ال User Generated Content، المحتوى اللي الناس بتكتبه بنفسها، وده يعتبر دليل اجتماعي قوي بيأثر على قرار الشراء. فعلا، الواحد بيثق في رأي الناس اللي جربت. بالظبط. فالذكاء الاصطناعي هنا دوره إنه ياخد كل الآراء المتفرقة دي اللي ممكن تكون كتير ومتعارضة، ويحولها لمعلومة مركزة وسهلة. بس التحدي بقى. التحدي إن الملخص ده يكون موضوعي ومفيد بجد، مش مجرد تجميع وخلاص. لازم يبقى فيه قيمة حقيقية للمتابع. تمام، يعني لازم يكون فيه تحليل مفيد مش بس نقل كلام. طيب نوصل للفكرة الثالثة والأخيرة اللي معانا النهاردة، إعادة تدوير أو إحياء المحتوى القديم. دي برضو فكرة ممتازة. الفكرة دي بتقول إن كتير مننا سواء أشخاص أو شركات عندهم محتوى قديم قيم بس محدش بيشوفه دلوقتي، زي مقالات مدونة قديمة، فيديوهات يوتيوب مشاهداتها وقعت، يمكن حتى كتب PDF. كنوز مدفونة فعلا في الأرشيف. بالظبط. الأدوات هنا برضو تشات جي بي تي أو نوشن اي اي عشان يعيدوا الصياغة، ومعاهم كانفا عشان نعمل تصميمات جديدة شكلها حلو. والخطوات؟ نجمع المادة القديمة دي ونستخدم ال AI عشان ينعشها، يكتبها بشكل جديد يناسب المنصات الحالية واهتمامات الناس دلوقتي، وبعدين نعمل لها تصميمات جديدة جذابة. المصدر بيقترح أشكال زي الكاروسيل على إنستجرام أو إنفوجرافيكس. وممكن تتقدم كخدمة برضو؟ أكيد ممكن نسميها خدمة تحديث وتنشيط المحتوى القديم. لو بصينا للصورة الأكبر بقى، دي مش مجرد إعادة تدوير عادية، دي استراتيجية ذكية جدا عشان نستغل الأصول الرقمية اللي عندنا. أصول فعلا. أيوة، كتير من الشركات والمبدعين استثمروا وقت وفلوس في المحتوى ده زمان. الفكرة دي بتساعدهم ياخدوا عائد أكبر على الاستثمار ده، وتخليهم موجودين على الساحة الرقمية بشكل مستمر ومتجدد. ومن غير ما يتكلفوا مجهود وتكلفة إنتاج حاجة جديدة تماما كل مرة. بالظبط. بتعتمد على الكفاءة وتعظيم الاستفادة من اللي موجود أصلاً. المصدر بيأكد إن الأفكار الثلاثة دول ليهم قوتهم لسبب. أولاً، السوق محتاج الخدمات دي، في طلب على إعادة الصياغة والتلخيص والتحديث. ده حقيقي.
ثانياً ممكن نبدأ فوراً بإمكانيات بسيطة جداً. وثالثاً هو بيلمح إن الطريقة دي باستخدام الأدوات دي ممكن ما تكونش لسه منتشرة قوي في المحتوى العربي، فدي فرصة. فرصة للمبادرين يعني. أيوة. والأهم من ده كله بقى النصيحة اللي بيقدمها المصدر في الآخر، التركيز لازم يكون على التنفيذ، مش كفاية نجمع أفكار. دي أهم نقطة بصراحة. الاقتراح بتاعه بسيط وعملي، اختار فكرة واحدة بس من دول وركز عليها لمدة 30 يوم، التزم بتطبيقها وشوف النتائج بنفسك. فعلا، هو ده الكلام. المعرفة النظرية بالأدوات والأفكار دي خلاص بقت متاحة، لكن اللي بيعمل الفرق بجد هو التطبيق العملي. إن الواحد يجرب بإيده. بالظبط. الأدوات موجودة والأفكار واضحة زي ما شفنا. العامل الحاسم هو إننا نبدأ ونجرب ونتابع. كل فكرة من دول ممكن فعلا تبقى بداية مشروع صغير ومصدر دخل لو اتنفذت بجدية. يعني الملخص إننا النهاردة شفنا 3 طرق مباشرة وعملية ممكن نستخدم فيها أدوات ال AI اللي معانا كلنا عشان نحول أفكار بسيطة لمشاريع ممكن تجيب فلوس. وكلها بتعتمد على استغلال حاجات موجودة أصلا بأقل تكلفة ومجهود. تمام. وده يخلينا نفكر في سؤال أخير كده، سؤال أبعد شوية. اتفضل. لو دي مجرد 3 تطبيقات مباشرة للأدوات دي، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو بدأنا نفكر بشكل إبداعي أكتر؟ لو دمجنا الأدوات دي بطرق مختلفة أو طبقناها على أنواع تانية خالص من المشاكل أو البيانات؟ يعني نخرج بره الصندوق شوية بنفس الأدوات. بالظبط. هل ممكن نطلع بخدمات جديدة تماما أو حلول لمشاكل محدش فكر فيها قبل كده بنفس الأدوات البسيطة دي؟ ده سؤال مفتوح للتفكير والتجريب.